السلام عليكم. إذا كنت من محبي كرة القدم فأدعوك للاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. فجر المنتخب المغربي مفاجأة من العيار الثقيل، وهذا بعد فوزه على منتخب البرتغال بهدف دون رد، ليتأهل بذلك إلى الدور نصف النهائي ويصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور ويدخل التاريخ. يذكر أن المنتخب المغربي سيواجه منتخب فرنسا في المباراة القادمة، ومباشرة بعد تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي بدأت الحرب الإعلامية. ففي مقابلة صحفية لسكاي نيوز مع اللاعب كيليان مبابي قال فيها: يوم الأربعاء سندخل كالوحوش إلى الملعب وسنقوم بكل شيء للتأهل إلى النهائي. بعدها سأله الصحفي: كيف هي علاقتك الآن مع صديقك أشرف حكيمي؟ فأجابه مبابي: صديقي خارج الملعب، لكنه ليس صديقي داخل الملعب. داخل أرضية الميدان هو عدوي وخصمي، ويجب أن ننسى علاقتنا. في نهاية الفيديو شاركونا بآرائكم في التعليقات.